الأخير خلونا نتكلم على القانون حمار. القانون حمار، هذه مش كلمتي أنا سعيد بن زديرة. اسمعوا شكون اللي قالها، شكسبير وغيره، واسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة، لا يزال في هذا البث المباشر الحصري لبن زديرة. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا أرحب بكم من جديد في هذا البث. الراجل الذي سوف يعلق فيه بن زديرة على أغرب قانون طبق بالجزائر، قانون اسمه قانون الحمار. نعم، قانون يسمى بقانون الحمار. صادم ما سوف تسمعونه من بن زديرة وماذا يقع في الجزائر. قبل أن نذهب ونربط الاتصال به، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، تعليق بعد مشاهدتك لهذا البث المباشر. إن شاء الله بالنهاية سوف أعود وأعلق معكم على كل ما سوف يكشفه بن زديرة. نذهب إليه مباشرة. حاب نتكلم على العفو على بالغيث صنصال، لكن نخلي هذا الموضوع نخليه الأخير. خلونا نتكلم على القانون حمار. القانون حمار، هذه مش كلمتي أنا سعيد بن زديرة. اسمعوا شكون اللي قالها، شكسبير وغيره، واسمعوا. القانون حمار اللي يعرف يركبه. الجملة دي مش أنا اللي قلتها، ده اللي قالها تشارلز ديكنز، وقبله قالها شكسبير. القانون اللي بيدين شخص هو نفسه اللي ممكن يبرأ شخص تاني اقترف نفس الفعل. عاودوا اسمعوا. القانون حمار اللي يعرف يركبه. الجملة دي مش أنا اللي قلتها، ده اللي قالها تشارلز ديكنز، وقبله قالها شكسبير. القانون عاودوا اسمعوا. اللي بيدين شخص، القانون هو نفسه اللي ممكن يبرأ شخص تاني. الأخير خلونا نتكلم على القانون حمار. القانون حمار. اوكي، هذه مش اعتذر على هذا الخلط اللي صار، كان ناقص. شكون اللي قالها، شكسبير وغيره. القانون حمار. هذا القانون حمار حتى لا أقول كلام آخر. القانون الذي يدين هذا الشخص هو الذي يبرئه لاعتبارات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة أنا حبيت أتكلم عليها لأنها عند نفس القاضي، لأنه كاين الشيء المنطقي، الشيء الموضوعي، الشيء العادي الطبيعي، هو أنه المتهم تتم إدانته في المحكمة الابتدائية. قال حكمت المحكمة ب5 سنوات سجن ضد المتهم زيد. يستأنف الحكم إلى مجلس القضاء بتشكيلة مختلفة، قاضي مختلف، وكيل الجمهورية مختلف، مستشار مختلف، كاتب ضابط مختلف، يعني تشكيلة الجلسة مختلفة. حكمت المحكمة، يعني المجلس، قرار المجلس ببراءة المتهم. هنا نقدر نقولوا باللي شوية منطقية، لأنه فيها اجتهاد القاضي اللي هو قاضي الدرجة الثانية، اللي رأى عكس ما رأى قاضي المحكمة الابتدائية اللي هي المحكمة الأولى. هنا شيء طبيعي أنه متهم يتم إدانته أو تتم إدانته في محكمة بيرموند رايس، قال حكمنا له 2 حبس. لما يروح المجلس القضاء في العاصمة في لويسو يحكموا له بالبراءة، أو يحكموا له 5 سنوات، أو يحكموا له عام، أو يحكموا له 6 أشهر. يعني يختلف الحكم عن الحكم الابتدائي. هذا شيء منطقي، شيء منطقي. لكن الشيء اللي موش منطقي هو أنه نفس القاضي الذي يحكم عليك
اليوم 6 شهور حبس أو يحكم عليك بيوم سجن، وبعد أسبوع يحكم لك بالبراءة أو يحكم لك بعدم المتابعة أو أي شيء، هنا كارثة. هنا ندخل في القانون حمار بوذنيه، وندخل في استحمار المواطن، وندخل في عدالة تليفون ألو دخل جده الحبس، ألو أطلق جده، وندخل في دولة اللا قانون. دولة اللا قانون. القصة هذه صارت أكثر من مرة، ولكن بالنسبة لي أنا صارت اللي تابعتها في محاكمة سعد بوعقبة. كارثة، تعرف شنو كارثة؟ في سعد بوعقبة اللي وجدت أنه القانون حمار تنطبق على محاكمة سعد بوعقبة. القاضي الذي أمر بإيداع سعد بوعقبة في الجلسة اللي هي الوراري صابرين، ربي يسامحها وربي يغفر لها في الدنيا وفي الآخرة، لأنه نقول لها راكي ظالمة ظالمة ظالمة، راكي ظالمة يا الوراري، توبي لربي سبحانه واعتزلي هذا روحي اشتغلي رقاصة، روحي اشتغلي رقاصة، لأنك شوهتي صورة العدالة وشوهتي صورتك ومرمتي بالدولة الجزائرية في الوعد. لماذا؟ لأن هذه الوراري صابرين أمرت بإيداع سعد بوعقبة السجن نظرا لماذا؟ نظرا لوجود قرائن قوية تستدعي سجن سعد بوعقبة، قرائن قوية تستدعي سجن سعد بوعقبة. بعد أسبوع نفس القاضي الوراري صابرين تصدر حكم يسموه الإفراج على سعد بوعقبة نظرا لواش؟ نظرا لوجود قرائن قوية تستدعي إطلاق سراحه. شوف تضربها من ما تلقاهاش. يعني من المفروض رئيس المحكمة تاع برموند رئيس احتراما لروح القانون، احتراما للقانون، احتراما لهذا القاضي الوراري صابرين، على الأقل غير التشكيلة، جيب محامي واحد آخر ترأس انت الجلسة رئيس المجلس، مثل ما فعل مع السيدة غرمول، لأنه السيدة غرمول اللي دخلتها للحبس هي الوراري صابرين، لكن اللي خرجها من السجن بعد ما صدر التليفون، بعد ما عيط لهم بوعلام قال نواطل نقول المرأة راكم غالطين، اللي ترأس الجلسة هو رئيس المحكمة وأصدر حكم بالإفراج. هنا شوية مرقعة، حتى على بالي بالتليفون، وإنما مرقعة. نقدروا نلقى له السبب، قال الوراري دخلتها ورئيس المحكمة خرجها. بصح انك تلقى الوراري دخلت سعد بوعقبة السمانة هذه والسمانة الجاية دخلته بنفس القانون، روح القانون، وبنفس القوانين دواعي قانونية. قال وش قال راني لقيت قرائن قوية ودواعي قوية تستدعي إيداع سعد بوعقبة السجن. يا ربي اسمعنا، قرائن جديدة تستدعي إطلاق سراح بوعقبة. في الحالة هذه يا إما القاضي هذه كانت غالطة وبالتالي عليها أن تعتذر وتنسحب، تعتذر وتنسحب، اشتغلي رقاصة أحسن لك، يا إما تبين بما لا يدع أي مجال للشك أنها جاتها أوامر قالها طلقيه. وهذا تشويه لجهاز العدالة، تشويه لجهاز العدالة، طبعا تشويه لصورة القاضي الذي فقد مصداقيته. يعني القاضي هذه الوراري فقدت مصداقيتها الآن. أي واحد يروح قدام الوراري قال هذه اللي تطلق وتسجن وتطلق وتدخل الناس الحبس بالتليفون، دخلي مدام عبد غرمول الحبس دخليها، دخلي سعد بوعقبة دخليه، خرجي فلان، هذه ما خرطي. أنا بالنسبة لي شرعية القاضي الوراري مضروبة في نقص واحد، شرعية الوراري مضروبة في نقص واحد، ودزي معاهم من اليوم حتى اليوم القيامة. إلا جات قضية على سعيد بن زديرة حكم عليه بالإعدام شنقا، إلا جات قضية سعيد بن زديرة حكم عليه بالإعدام وراكي
مضروبة في نقص واحد، لأنه مصداقيتك كارثة، كارثة. فاصل ونواصل قبل ما نروح بالغيث. إذا شكرا لكم متابعي القناة الأعزاء الأوفياء لمتابعتكم لهذا البث المباشر بالكامل لبن سديرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لي واغفر لجميع المتابعين والمشاهدين والمسلمين الأحياء والأموات. إذا تحية لكل من تابعنا في هذا البث الحصري الذي كان لبن سديرة في نقاشته الشيقة صراحة. وهل تحزن على هذا الواقع أم تضحك أم ماذا ستقول؟ لأن هذه الدولة هي كارثة بكل المقاييس. ما يحدث فيها صراحة لا يدخل في العقل، لا تستطيع أن تدخله في عقلك، لا تستطيع أن تفكر فيه صراحة، لأن الجهل يطبق في الجزائر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ماذا يسمى هذا القانون؟ عندما تقول لي أنت تأتي وتقول لي قانون الحمار، هل هذا قانون؟ هل يعقل دولة تصادق على قانون مثل هذا؟ إلا إن لم تكن دولة الجزائر فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني البث المباشر قادم، دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم.